بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة، حلقة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. المباراة المنتظرة. مباراة من أهم مباريات الموسم. ممكن تكون كمان أهم مباراة في الفترات الأخيرة بين الأهلي والزمالك. مباراة المكسب فيها مش بس 3 نقط، ده في مكاسبها كتير جدا جدا، إذا كان للأهلي أو للزمالك. ان شاء الله باذن الله التوفيق يبقى مع الزمالك بكره ويقدر يكسب. هنتكلم في كذا نقطه كده، منهم اهميه او اهم اللعيبه عند النادي الاهلي وايه قوتهم وايه نقطه الضعف عندهم. نقطه الضعف عند نادي الزمالك ونقطه النقط اللي المفروض يركز عليها الزمالك بشكل اوضح يعني، والنقط القويه بالنسبه لنادي الزمالك. هنتكلم برضو في التشكيلة الأفضل من وجهة نظري. كل الكلام اللي أنا بقوله ده من وجهة نظري. هنتكلم برضو عن تعادل الجونة وأهمية تعادل الجونة، لأن الجونة التعادل معاها بالنسبة لنادي الزمالك ليه ميزة وليه عيوب. لو تيجي بصيت للميزة بتاعته، أو الميزة في التعادل مع الجونة، ان انت داخل المباراة دي انت بدل ما يكون تركيزك 100%، لا تركيزك 200%. تركيزك هيبقى اكبر وهيبقى اهم وهتدي للمباراة اهمية اكتر، غير وانت كسبان. لان انت خلاص بقيت عارف ان انت لو خسرت الماتش ده لا قدر الله الاهلي هيتصدر عليك الدوري، وهتبدأ المشاكل اللي عنده كلها تهدى وهتتصدر لك انت. فان انت تخش اساسا، دي من العيوب يعني. فان انت تخش اساسا المباراة دي جميع اللعيبه او جميع اللي في النادي كلهم بالاداره، بالجهاز الفني، باللعيبه، كله مدي اهميه زياده للمباراه دي. فدي مباراه او ده حاجه كويسه. عيوبها طبعا زي ما انا قلت، ان انت لو خسرت لا قدر الله المشاكل اللي كانت عند الاهلي كلها هتهدى، كلها هتهدى. خدها من واحد يقول مثلا يا عم اعتبرني ما بفهمش كوره، ما بفهمش حاجه، بس شوف لا قدر الله الاهلي لو كسب هتلاقي كل المشاكل اللي عنده كلها هديت، كلها نزلت. وبدأت المشاكل اللي عندك هي اللي تطلع للإعلام، وبدأت انت الإعلام هيتكلم عليك، لأن هتبدأ بقى المستحقات اللعيبة، هتبدأ الناس تتكلم. والمدير الفني ده لازم يمشي، لا ده عايزين نغيره، لا احنا التجربة بتاع جين ادوار فاشلة، لا اصل اللعيب اخوان بيزيرة ما عملش حاجة. هتبدأ أقاويل كتير وحاجات كتير هتظهر على على الساحة، انت في غنى عنها. بالإضافة ان انت لو كسبت أساسا بكرة هتسيب الفرق بينك وبين الاهلي هو ال5 نقط هم. فلو خسرت هو يتصدر عليك بنقطة. فدي مباراة مهمة جدا 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 جدا، ممكن تكون اهم مباراة في الموسم. ف... فدي من مميزات واهميات برضو الفوز لنادي الزمالك، واهميات برضو الفوز لنادي الاهلي. فدي نقطتين اتكلمنا فيهم في السريع كده. فيا ريت يعني إن اللعيبة بكرة تحس ان المباراة دي تلعب برجولة وتلعب بحماس وتلعب بشغف، ان انا عايز اكسب بأي طريقة. لان الجمهور مش هيقبل بحاجة تانية غير المكسب. بالذات ان في زيزو رجع من الإصابة، فممكن يكون موجود. فده أول ماتش ليه لل مع ديربي يعني بين الأهلي والزمالك، هو يكون في الأهلي. فعلى مر الزمان يعني على ما أتذكر ان كل لعيب بيروح من الاهلي او من الزمالك للاهلي، فلازم اول ماتش ديربي ليه يسجل فينا. فبرضه رساله للجمهور، حاول ان انت ما تخرجش على النص بشكل كبير قوي، ان انت ما تعملش حاجه تتعاقب عليها بعدين وتحرم النادي من ان الجمهور ما يكونش موجود. آه، قوه او القوه اللي عند النادي الاهلي ممثله في 3 4 لعيبه في الوقت الحالي. ممكن ما يكونوش فايقين، بس لو فايقين بكره الخطوره كلهم هتبقى من ناحيتهم. اولهم بن رمضان في نص الملعب، كواليتي عالي قوي. لعيب لو فايق وما عليهوش ضغط، بيلعب براحته، هيقدر يدي للاجنحه بتاعته او المهاجمين، او هيوصل زمايله بشكل كويس جدا.
بن شرقي نفسه في 1 لواحد هو بيقدر يلعبها بشكل كويس جدا، وبيقدر يخترق ويقدر يعدي ويرقص ويروح ويجي. تريزيجيه بقاله 3 ماتشات بيسجل، فبرضه هو داخل عليك بحالة معنوية مرتفعة ان هو عايز يسجل تاني على المباراة الرابعة على التوالي. طبعا زيزو لو لعب، اهم حاجة ان انت ما تخلوش يرفع. اخطر حاجة في زيزو ارضياته، غير كده زيزو مش هيبان. يعني زيزو طول الماتش مع الاهلي لو لعب بكره مش هيبان غير في الكارديات بس. نقطة الضعف عند النادي الاهلي دفاعه في الكنافة. والله يا جدعان انت لو ركزت كلاعيبة الزمالك ممكن حسام عبد المجيد يروح يسجل جول. فركز واضغط عليهم بشكل، اضغط ما تحلقش وما تفتحش الملعب. لان انت لو فتحت الملعب قدام النادي الاهلي انت هتخسر، لان هو عنده سرعات وعنده لعيبة هي اساسا بتلعب في المساحات. فلو انت اديته المساحة هيقدر يستغلها بشكل كويس جدا. فطول ما انت قافل عليه وبتضغط ضغط قوي وتحولاتك او هجماتك خطيرة، دفاعهم شوربة، الحرس بتسجل فيه. كل الفرق اللي لعبت الاهلي سجلت فيه الا ممكن غزل المحلة مثلا. يعني الماتش الوحيد اللي يعني الماتش، حتى ماتش فاركو اللي كسبوا 5 كسبوا بأداء او كسبوا بنتيجة كبيرة برضه مسجل. يعني كل الفرق بتسجل في النادي الاهلي. فدفاعه وحش 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 وحش. يعني باكاته على الله حكايتهم، السردباكات بتاعتهم مش موجودين، الشناوي بيجيب الكور يعني اضغط، العب بشكل ايجابي على المرمى هتسجل. ولو ما سجلتش في البدايه او انت استقبلت هدف في اول الماتش لا قدر الله، ما تفتحش خطوطك. اول لما تلاقي الزمالك فتح خطوطه اعرف ان الاهلي هيستغل الموضوع على طول وهيلعب على المرتده، فهيقدر يكسب او هيقدر يشكل عليه خطوره بشكل اكبر. فدي برضو اللعيبه المهمه والخطر والنقطه والضعف عند النادي الاهلي. طيب الناحيه التانيه عندنا في الزمالك، كله بشكل عام، كل الجماهير الزمالك بالاعلام باللعيبه القدامى كله مسلط الضوء على مين؟ على لاعب واحد اللي هو خوان بيزيرا. انا معاك، لعيب هايل، لعيب سوبر كواليتي عالي، بيقدر يعدي من 1 و2، الكوره في رجله سهله، بس انت مش واخد بالك ان انت بتديله فوق طاقته. او مش فوق طاقته، انت بتخلي عليه انت عامل عليه سبوت، انت مخلي كل الاضاءه عليه هو. فلا قدر الله جه بكره مش فايق او ما قدمش المطلوب منه، ممكن يقع، ممكن يقع معنويا نفسيا. فانا كنت شايف ان لا، ما نديش. يعني مثلا طلع كابتن ايمن عبد العزيز مع مهيب، قال لك ده عايزين 5 مدافعين يمسكوا اخوان بزيرة. كل ما حد بيطلع لا ده بزيرة هيعمل مش عارف مع محمد هاني. يعني كلام كتير. انت مسلط ضوء على لاعب واحد بس. مفيش لعيب بيكسب فرقة. ممكن يبقى مؤثر للفرقة بس مش اللعيب اللي لوحده هو اللي هيكسب الفرقة. يعني الاخوان بزيرة لوحده فايق وباقي السكواد ده مش فايق، هنخسر. طب لو باقي السكواد فايق بس بزيرة مش فايق، هتقدر انت تكسب. لان انت عندك كذا لعيب، دي من نقط القوه بتاعتك. انت عندك كذا لعيب يقدروا يصنعوا الفرق في مباراه زي دي. اولهم بالنسبه لي انا عبد الله السعيد، رمانه في نص الملعب. هو ده رمانه الميزانه، هو ده اللي بيحرك الملعب كله على مزاجه. انا بمزاجي هعرف هلعب ازاي، هعرف اطلعك امتى من ضغطك، هحولك لتحولات هجوميه، هعرف امتى هدي الريتم، هعرف امتى دافع، امتى هنهاجم. ناصر ماهر لو لعب بشكل جماعي وبشكل يفيد الفرقة أكتر هيبان بشكل أكتر وأحسن، وهيفيد هيفيد الفرقة بشكل كبير قوي، وهيبقى مؤثر جدا جدا جدا. خوان بزيرة طبعا لو فايق هيأدي وهيصنع الفرق بشكل كبير قوي قوي. وعدي الدباغ في فتره، انت دلوقتي بقالك 3 ماتشات بتسجل، فاستمر، لان انا جايب الكواليتي اللعيبه دي او جايب اللعيبه دي عشان الماتشات المهمه اللي زي دي. طول ما انت بتكسب والاهلي بيرجع، الاهلي هيفضل في الضغط وهيفضل في المشاكل اللي عنده، مش هتتحل دلوقتي. انما الاهلي لو كسبك كل المشاكل اللي عنده دي هتهدى، وانت اللي هتحاول عليك المشاكل. فالمباراه بكره مهمه جدا جدا جدا
ان انت تكسب فيها، لان لا قدر الله لو خسرت زي ما انا بقول لك كده، واعتبر ان كلامي يا عم اعتبر ان انا ما فهمش كوره، بس الاهلي لو كسبك بكره هيفوق، بالذات كمان اللي هو عنده ماتش كمان اللي هو الاسبوع 11 فهيكسبوا. وهيجي بقى التوقف بتاع المنتخب، فهيجي له المدير الفني الجديد، فهياخد فتره كويسه فتره محترمه. فالمدير الفني اللي هيجي مش هيلاقي فيه مشاكل، هيلاقي اللعيبه بتاخد فلوسها، هيلاقي الدنيا في الحلاوه، هيلاقيك متصدر الدوري، هيعرف يشتغل في هدوء. لكن لو المدير الفني جه الجديد بتاعهم ولقيك انت لسه بتعاني وادائك وحش جدا، الاهلي اداء وحش وحش، مش هضحك عليك واقول لك ان الزمالك احسن منه، لا، الزمالك برضه اداء وحش. انت داخل بكره انت مش عارف ترجح مين يكسب او مين احسن من مين. بس الزمالك لو كان كسب الجونه كنت ممكن ارشح لك ان الاهلي ممكن يكسب، لان لعيبه الزمالك هتنزل عندها تشبع او هتنزل عندها ثقه زياده اللي انا اقدر اكسب النادي الاهلي. فالتعادل ممكن يجي في مصلحتي، بس لو خسرت هيضرني في كل حاجه، كل حاجه هتضر فيها. التشكيله الافضل بالنسبه لي محمد صبحي، محمد اسماعيل، الونش. حد يقول لي الونش ما بيلعبش، والونش راجع من اصابه، وحسام اللي بيلعب. حسام عبد المجيد بقاله 3 4 ماتشات، ممكن كمان يكون من بدايه الدوري هو مش في مستواه، مش مركز. لو حد رجع بالجون الاولاني، الجون بتاع الجونه اللي فات، هتلاقي هو ليه برضو سبب من الاسباب ان الجون ده يجي. كلنا طبعا طلعنا اتكلمنا ان مفيش رقم 6 وبعد دونجا، ودونجا اللي كان شايلك الملعب ومحدش عندك على الدكه والكلام ده كده، الكلام ده كله. بس هي ايه، بس وكله ساب حسام عبد المجيد. فحسام عبد المجيد بالنسبه لي ما يبداش، ويبدا الونش وبن طايق وعمر جابر. قدام هلعب بدونجا طبعا لو جاهز، وعبد الله السعيد، وناصر، خوان بزيرة، ادم كايد، ويبدل المراكز بينه وبين ناصر ماهر. احنا شفنا كلنا لما ادم كايد دخل نص الملعب عمل ايه الماتش اللي فات. شيكو بنزا هو مش مركز اساسا ومش عايش الحاله بتاعتك. انت عندك ماتش مهم ولسه متعادل ومنزل لي الصوره وماسك فلوس في ايدك ومشاكلك كتير وحواراتك كتير، فهو دماغه مش في الكوره، وبانت قوي لما نزل الماتش اللي فات. ممكن يبقى حل معاك على الدكه تنزله لو انت مضغوط وعايز حد يعدي من واحد واتنين، يقدر يعديها لك، بس برضه تتكلم معاه او الجهاز الفني يتكلم معاه ان انت تبقى ايجابي على المرمى وتلعب لزمايلك قدام عضية الدباغ. اهم حاجه بقى في التشكيله دي كلها يبقى عندك رقم 6 على الدكه، ده لازم 100% عندك رقم 6. ما عندكش 6 لا هتدخل محمود جهاد الله يرحمه، ولا هتدخل احمد ربيع ربنا يرجعه بالسلامه، ولا هتدخل اي حد، ولا محمد شحاته، ولا اي حد من الناس دي. صلاح مصدق موجود معاك يقدر يلعبها 6، بس الافضل بالنسبه لي اللي انت تدخل حد. احمد ربيع كلنا بنشوفه في التمرين، محمود جهاد نفس الكلام بنشوفه. طب انت ما علينا بالكلام ده. اهم حاجه احنا لازم نركز بكره بشكل اقوى، ندي تركيز اقوى، نلعب بايجابيه ونخلص قدام المرمى. النادي الاهلي دفاعه وحش وحش وحش، وخلي بالكو من بن رمضان وزيزو ودريزيجيه وبن شرقي دولت ومحمد شريف. محمد شريف ده سبحان الله، يعني بيفكرني بالفيلم بتاع عادل امام لما كان نايم وتعبان ودخل له المساعد بتاعه قال له الوزير على التليفون راح قايم فاق. هو كده وانا نايم قاعد في العنايه المركزه، اول لما اشوف الزمالك ما تعرفش ايه اللي بيحصل، عامل زي صلاح امين. لو حد يفتكر صلاح امين اللي هو في الانتاج او في اي فرقه عامه كان ينزل قدام الزمالك لازم يجيب جول. فخلي بالكم برضو من محمد شريف لو نزل، خلي بالكم ان الماتش ده اللي انت لو خسرت كزمالك كل المشاكل اللي عند الاهلي هتتحول عندك انت. انت اللي مطالب اللي انت تكسب عشان تحافظ على فرق النقط اللي بينك وبين النادي الاهلي. ان شاء الله ربنا يكرمنا بكره و... ويبقى معانا التوفيق ونكسب باذن الله ونبقى فرحانين. لا قدر الله لو حصل مشكله اتمنى ان الدنيا تبقى هاديه، المشاكل ما تبانش كلها مره واحده، الناس كلها ما تطلعش تهاجم.
اخر حاجة كنت عايز اتكلم فيها بخصوص الكباتن اللي بتطلع في الاعلام بيقعدوا يقللوا من النادي الاهلي، او بي آه، او بيروشوا بشكل ادق، يعني كزيهم زي الجمهور. انت متشاف، الجمهور حاجة وانت حاجة. الجمهور لو عمل ايه ده كده كده بيني وبينه، انا كسبت السوبر الافريقي بسبب تصريح من احمد بلال. لما كابتن طارق السيد نزل لي صورة للزمالك في الملعب لوحده بتاع الماتش اللي الاهلي انسحب فيه، مش وقتها يا كابتن، مش وقتها يا كابتن طارق خالص. عمرو درديري لما يطلع يتكلم يقول لك احنا هنكسب واحنا هنعمل اطلع قول ان انا هكسب، بس ما تستفزش خصم. ما انت كده لما تعمل حاجات زي دي او تعمل الحركات دي انت بتستفز الخصم اللي قدامك. طب لا قدر الله يا كابتن طارق لو نزل قال لي بكره وكسب، هتشيل البوست؟ فحاجات مش في وقتها خالص. سيب الكلام ده للجمهور، سيب الكلام ده للجمهور. احنا هنقدر وهنعرف ان احنا نلعب على النقطة دي كويس. وخليك انت راسي، خليك عقلاني، خليك قادر توصل او تدافع عن النادي بتاعنا في الاعلام بشكل احسن من كده بكتير. ما تعملش حاجات تبين لك ان انت الصبح بتروش وبالليل لابس البدلة وقاعد. ان شاء الله بكره الزمالك يقدر يكسب و... وتوقعات ان شاء الله باذن الله يعني فوز نادي الزمالك او تعادل. بس لو اللعيبه لعبت بروح واداء اكتر من المتوقع هنكسب الماتش ده، وممكن كمان نكسب سكور. سلام عليكم.